بس قولي لي الخلاف ما على هذه الوزارات ما يتعلق والله ما عندنا خلاف مع العالم، احنا ما لنا علاقه بهم، هم عندهم خلافات خلي يروحوا يصفون ارواحهم. عندهم خلاف، عندهم راي عزيزتي بيناتهم. هسه لا تسمي لي خلاف، عندهم راي ما يرضون نسيب السيد المالكي يكون وزير الداخليه لانه رجل غير مؤهل. وش وقت مصدر السيد رئيس الوزراء؟ شو بعدكم تحلمون وتفسرون؟ منو احنا؟ اقول منو اللي يصرح؟ وثانية بعد شنو نسيب السيد المالكي؟ نسيب السيد المالكي رجل ابو ائتلاف ضمن اطار ائتلاف دولة القانون، صاحب استحقاق سياسي، كتلة البشائر من اهم المفاصل الموجودة عندنا في دولة القانون. هو ما جاي باسم المسمى العائلي. اما قضية المسميات العائلية عزيزتي اذا نريد نسولف ونبسط بها تقييمكم هذا ما له علاقة، ما تفرضوا على الكتل الاخرى، انتم ليش تتعاملون مع الاخرين بتعالي؟ اقول شنو التعالي اللي عندنا؟ لا هذا تعالي يعني الكتل السياسية احنا دا نشوفنا كبار والله. احنا ما متعاملين بتعالي. لا الكتل السياسية تتعامل معكم. والله الكتل السياسية تشوفنا والله بس اسمحي لي احكي. بالعكس الكتل السياسية تتعامل معكم كشركاء. والله اشوف الحج المالكي عمي فاتح ايديه للصغير وللكبير وصاير مثل اللي يطوف عليه كل السياسيين، المكون السني يجي والكردي واخوهم الكبير ويستانسون. بس انا بدي اسالك قبل لا اختم، جاب قضية السيدات المالكي ابدا ما عندنا خلاف بيناتنا احنا ولا عندنا مشكلة. بالحلقة ما تخليني اسولف شلون انتم تطلون. الله يعين الكتل السياسية عليكم بالله العظيم. انا خلي واحد يسولف بس بالله العظيم انتم ما تنطون النقاط على الحروف وبالتالي الحق تنطي الحق للكتل الاخرى ان تعطي رايها بالمرشحين للوزارات. ليش الوزارات مو راح تكون بكابينه وتتحمل هذه الكتل فشل ونجاح هذه الحكومه؟ ما له حق يبدي رايه بالمرشح؟ لا انا ما قلت له لا يبدي راي عزيزتي، احنا ما مصدرين ورئيس تحالف. بالنسبه لتقييمكم انتم كدوله قانون من حقكم. اقول انت عزيزتي دا تسولفين بقضيه كانه صايره وصاير بها خلاف. احنا هذا استحقاق سياسي بعدنا وما نريد نصرح عنه. هسه هو نريد غيره، نريد نتفاوض على شيء ثاني، شأن داخلي. هسه انا اليوم احنا داخل دولة القانون احنا كانت فيما بينكم اتفقوا لما تقدمون مرشح للكتل الحق ان تبدي رايها.